يعني في المختصر كده، يعني خالد الغندور كان مستضيف كابتن حماده عبد اللطيف، اللي انا بحبه شخصيا على فكره. يعني كابتن حماده عبد اللطيف من الاسماء اللي الواحد وقع عليها وهو صغير. لعب على المستوى الشخصي حاجه محترمه، حاجه فعلا تليق باسم نادي الزمالك. الراجل بيتكلم كوره، بيتكلم بمنطق، بيتكلم بدون حسابات، بدون مواقف، بدون ان انت بتعمل تجميل في الكلام او بتجمل كلامك عشان تراضي اشخاص. وعشان كده هو الفتره اللي فاتت ما كانش موجود. كابتن خالد الغندور او خالد الغندور من خلال لقائه معاه عمال يوقعه. طب عمال توقعه وعمال تجيبه كده يمين وشمال. والصراحه الراجل قال لك ان حق النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا بطولات قاريه، بطولات مشاركته في كاس العالم للانديه، بطوله افريقيا 11 مره، المستوى حتى الدوري المصري اكتر، يعني واخده على مدار التاريخ. فرق شاسع ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ونادي الزمالك هو اللي بيأخر نفسه على فكره، مش دي حاجه يعني، هي منافسه كده. فطبعا من خلال تصريحاته مع كابتن حماده عبد اللطيف يجيبوا يمين ويجيبوا شمال. بصراحه انا بحترم كابتن حماده عبد اللطيف لان هو اتكلم بموضوعيه واتكلم بمصداقيه. وهي دي المفروض اللي يحصل، ان انت تصارح جمهورك، ما تقعدش تضحك على جمهورك، ما تقعدش تقول لهم كلام عشان تراضيهم. انت على فكره بكلامك ده انت مش هتخلي النادي اصلا يتقدم خطوه. ويمكن المواقف دي حصلت في الوقت بتاع تواجد المعزول وهزاز الرؤوس. انتوا اللي خربتوا النادي وانتوا اللي بوظتوا النادي على فكره. انتوا اللي خليتوا نادي الزمالك بالشكل ده. الناس بتتريق، الناس بتضحك، الناس بتستخف بالتصريحات اللي بتطلع. طبيعي ان ده موقف نادي الزمالك. يعني حتى خالد الغندور اتكلم بيقول لك احنا معسكراتنا في مصر مش عاملينه في النمسا. ايه ده؟ انا ما اعرفش انت ازاي كنت لعيب كوره يا خالد الغندور. انت المفروض ان انت لعيب كوره، ده الطبيعي. يعني ايه العقليه دي؟ بجد ايه العقليه دي؟ يعني انا كلاعب لما ابقى موجود في نادي وبيتعمل لي معسكر خارجي، انا كلاعب هبقى مبسوط. اولا المعسكرات الخارجيه دي بتخرجك بره الضغوط، جو مناخي مختلف، جو ما بين اللعيبه، ترابط ما بين اللعيبه ما بين بعض، حاجه بتفرق بشكل كبير جدا معنويا ونفسيا. وحتى يعني على المستوى في التدريب مختلف، بتتمرن في اجواء مختلفه. كل الحاجات دي بتفرق مع اللاعب. بتفرق ان انت بتخش على موسم بتبدا بتعمل ريفريش، وكان ريفريش لحياتك حتى، وريفريش حتى تواجدك مع زمايلك. يمكن انا شفت فيديوهات للاعبي النادي الاهلي بعد التمرين بيهزروا مع بعض وبيلعبوا لعبه، مش عارف، لعبه الميه ولعبه التوازن ولعبه الكوره. ما هي دي الاجواء. انا ما اعرفش انت ازاي كنت لعيب كوره بصراحه. يعني انت المفروض تتكلم لا حاجه محترمه، وتحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، وتحسب لمنظومه النادي الاهلي ان في معسكر خارجي. حتى يعني في المعسكر الخارجي ده لا انت بتعمل لنفسك حتى تسويقين. حتى الانديه، حتى او الانديه العالميه لما بتيجي تتابعك بتعرف ان انت نادي محترم، بتعرف النادي ان انت نادي كبير، بتعمل معسكرات خارجيه. فايه المشكله لو انت طلعت قلت ان ابتدت النادي الزمالك ما عندوش الامكانيات دلوقتي ان هو يسفر لعيبته، وعمال تقول جو مصر حلو؟ جو مصر، هو حد قال حاجه على جو مصر؟ هو الجو حر بس شويه بس عادي، اللعيبه هتفرهد ويعني هيخلصوا كرتونه ميه وهم بيتمرنوا، فعادي يعني فما تقول ما تقول للجمهور بتاعك ان انت الامكانيات دلوقتي. خلينا نتكلم ان في مشاكل في نادي الزمالك، ما عندكش الامكانيات اللي تساعدك او حد يمولك يخليك ان انت تعمل معسكر خارجي. اما هتقعد تقعد بقى تتكلم اصل احنا هنا احسن ومش، لا، فرق شاسع خالص. انا ما اعرفش ازاي انت كنت لعيب كوره